السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس لنهار غد بإذن الله. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء مشمسة ربيعية على كافة ربوع الوطن. عدا المناطق الشرقية سيكون هنالك أمطار متفرقة على السواحل الشرقية. درجات الحرارة لليلة اليوم سنشهد درجتين بولاية البيض، 4 درجات بالجلفة، باتنا، باركة، سطيف، قسنطينة، 8 درجات بالبويرة، تيزي وزو، بجاية، 9 درجات بالجزائر العاصمة، 10 درجات بوهران، 13 درجة إلى 16 درجة بشمال الصحراء، 20 درجة بتندوف، 15 درجة بكل من تيميمون، 17 درجة بعين صالح، لترتفع وتصل 22 درجة على أقصى الجنوب. درجات الحرارة غدا إن شاء الله ستشهد ارتفاع وتصل إلى 26 درجة بولاية وهران، 25 درجة بتلمسان، 17 درجة بالبيض، 18 درجة بالجلفة، سطيف، قسنطينة، 9 درجات بباتنا، باريكا، 22 درجة بكل من البويرة، تيزي وزو، بجاية، 27 درجة ببشار، 26 بغرداية، 34 درجة بتندوف، 30 درجة بتيميمون أضرار، لترتفع وتصل 36 درجة كأعلى مقياس على أقصى الجنوب. حالة البحر إن شاء الله سيكون هادئ على السواحل الغربية، مضطرب بالسواحل الوسطى، قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. سرعة الرياح لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة. أما عن الأيام القليلة القادمة بإذن الله نستهلها بيوم الجمعة صفاء تام، أجواء ربيعية مشمسة على كافة ربوع الوطن. عدا المناطق الشرقية ستكون هنالك سحب سفلى. يوم السبت بإذن الله سيستمر الصفاء على كافة ربوع الوطن، أجواء مشمسة ربيعية ما عدا المناطق الداخلية الشرقية ستشهد بعض من الضباب. نفس الشيء بالنسبة ليوم الأحد، صفاء تام، درجات الحرارة ستكون ما بين 30 إلى 35 درجة على أقصى الجنوب، 18 درجة إلى 28 درجة على المناطق الشمالية. أما بالنسبة لوقت غروب الشمس على الجزائر العاصمة وضواحيها سيكون على الساعة 7:23. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.